دلع عيني دلع. دجلة عملها وخلع. عايز اقول لكم يا جماعة ان وادي دجلة عمل فوق الصح مع الزمالك. اقسم بالله اداهم درس كروي مباراة. يعني فين بقى يا جماعة الفينا وشيكو بانزا والراجل المساوي رضا أبو علي بيقول لك ان الفينا ده بيفكرني بميسي. راجل مساوي، يعني راجل خارق. فين يا جدعان الكلام ده؟ وادي دجله ده صاعد درجه تانية. ده كان بيلعب في الدرجه التانية يا جماعه. يعني لاعيبه الزمالك دي قد لاعيبه وادي دجله بمراحل، اضرب في 20 50. يعني كواليتي لعيبه، القيمه التسويقيه مفيش مقارنه نهائي. يعني المدرب بتاعهم مش عارف ايه اسمه إيه، الشيخ يعني مدرب لسه 30 سنه، صغير، مفيش خبره. راجل الاول ماتش يقابل الزمالك قام مديله على عينه على طول. يخشع. والله العظيم. يجي يقول لك الاهلي اتغلب بالنجوم المليارات، واتغلب من قدام بيراميدز. الحقوا يا جماعه والشماته. سبحان الله. سبحان الله يا جماعه، بس خلي بالك، دايما الزمالك معودنا على كده. دائما وابدا الزمالك معودنا على كده. اول ما الاهلي يفقد نقاط او يتغلب ماتش، على طول الماتش اللي وراه على طول الزمالك لازم يتغلب. لازم يتغلب. يعني الزمالك ما بيهونش عليه الاهلي يبقى زعلان او يبات ليله زعلان. لا، زعلان ليه؟ لا، هتغلب لك انا ولا يهمك. بعد ما كان هيركب الدوري بفارق. سبحان الله. سبحان الله. الاهلي هيلعب الماتش الجاي. فاضل له ماتش هيلعبه ان شاء الله يفوزوا. بعد كده قابل الزمالك، يديله على عينه ويركب الدوري بنقطتين. لا، الزمالك يعني انت بتعملوا لنا جمايل الصراحه، مش عارفين نشكركم ازاي على الجمايل دي. يا راجل عيب عليكم تتغلبوا من وادي دجله درجه تانية. درجه تانية صاعد درجه تانية. محجمكم. مديكم على عينيكم في الملعب يا راجل. يا راجل. طب الاهلي اتغلب من بيراميدز. القيمه التسويقيه قريبه من بعض، هنا في نجوم وهنا في نجوم. يعني لكن تتغلب من درجه تانية مفيش خالص كده. مفيش اي اداء، ولا في شيكابانزا ولا الفينو ولا الفينا. يلا معلش. معلش. معلش يا زملكاويه. ان شاء الله الماتش الجاي تتغلبوا برضه باذن الله. طيب، نتكلم بقى على مباراة الاهلي و بيراميدز. يعني المدرب اللي تم اقالته قريبا، امبارح تم اقالته. طبعا ده لازم يتقال يعني. كده كده لازم هيمشي يعني، واللي يقول غير كده يعني شوبير كان بيقول لك لا نديله وقته، اصل راجل يعني ده لعب 7 ماتشات، فاز فيها ماتش واحد بس. انت عايز إيه تاني؟ يعني قعد مع اللعيبه فتره اعداد طويله جدا ولسه ما حفظش اللعيبه. في ماتش بيراميدز انا نفسي مره ماتش واحد بس كان يلعب 2 راس حربه. هو مش عارف هو معاه مين؟ معاه زيزو بن شرقي وتريزيجيه، ناس طيارين يا جماعه. انت ازاي ما تلعبش ب2 راس حربه؟ مش فاهم انا. امبارح انت مغلوب ومطلع لي بن شرقي. طب ازاي؟ طب الراجل ده مهاري هيفك لك التكتلات الدفاعيه اللي موجوده. مفيش رؤيه فنيه خالص. يقول لك اصل الناس مدرب هو بقى. بعد الماتش يقول لك اصل لسه اللعيبه ما فهموش فكري، ما فهموش انا عايز ايه. يا عم ده عماد النحاس الموسم اللي فات الراجل يعني يعني ما الفش زيك، ما كانش بيألف ولا حاجه. لعب عادي خالص، كل واحد في مكانه، والدنيا تمام، وكسبنا الماتش. اخر 6 ماتشات فوزنا وخدنا الدوري بكل سهوله عادي خالص. يعني انت جاي بقى تتفزلك وتقول اصل ده يلعب هنا، اصل ده ما يلعبش هنا. يا عم هي ناقصه. وفين يا عم فريق الاعداد الاعداد البدني؟ الناس امبارح كانها واكله محشي ان العيال مش قادره تمشي في الملعب. اليو ديانج الوحش الكاسر في الملعب يعني. هفتان ما بياكلش ده ولا ايه؟ انا مش فاهم الصراحه. امبارح اللعيبه مش قادره تجري اول 40 دقيقه يا راجل. اول 40 دقيقه اللعيبه بتشحر في الملعب. مش عارف والله يعني. فالمدرب ده كان لازم يمشي، كان لازم يمشي. لان طبعا لو كنا دخلنا في شهر 9. امبارح النهارده لسه اول يوم في شهر 9، كان هيتفعل الشرط الجزائي في الاهلي تخلص منه يعني. المدرب يا جماعه ده ما بيتكلمش، ده قاعد على الخط ما بيتكلمش، ما بيفتحش بقه.
انت يا عم انت روبوت يا عم، ولا انت انسان آلي ولا ايه؟ قاعد عامل كده، مغلوب مش مغلوب، متعادل. اللعيبه بتخري في الملعب، اللعيبه دي اصلا المفروض تلعب بدون مدرب اساسا، بجد يعني. عشان كده اتفرض عليهم عقوبه، محدش فتح بقه. محدش فتح بقه ليه؟ لادائهم في الملعب، مش عشان الفنيات بتاعت المدرب واخطائه، لا، مفيش روح في الملعب. عشان كده اتخصم لهم ومحدش فتح بقه يعني، محدش اتكلم ولا فتح بقه. طيب، ده كان بخصوص ماتش الاهلي وبيراميدز. وكان قرار فعلا صائب وفي محله، اقاله المدرب او مدرب النادي الاهلي. وان شاء الله النادي الاهلي طبعا في فتره توقف، احنا عارفين في فتره توقف من يوم 1 لحد يوم 12، عشان النادي الاهلي هيلعب سوري، عشان منتخب مصر هيلعب في تصفيات كأس العالم ماتشين. عندنا مباراة مع اثيوبيا وبوركينا فاسو عشان تصفيات كأس العالم 2026. فعندنا فترة يعني كويسة، حوالي 12 يوم، يقدر النادي الأهلي إن هو يشوف مدربين أجانب كفء. أسماء بقى، نفسنا في اسم بقى، اسم رنان بقى يدرب النادي الأهلي. يقدر النادي الأهلي إن هو يشوف مدرب أجنبي إن شاء الله ويتعاقد معاه في أقرب فرصة. وإن لم يتم وإن لم يتم التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة دي، لأن طبعا النادي الأهلي معروض عليه 35 سي في عشان يقدر إن هو يختار مدرب بتمعن، فمحتاجين وقت شوية. فإن لم يسعف النادي الأهلي ال 12 يوم دول أو الفترة دي إن هو يجيب مدرب أجنبي، فممكن يبقى فيه توجه تاني، إن مدرب مصري محلي يكمل الموسم لنهاية الموسم لحد ما يجيبوا مدرب أجنبي. أو فترة قصيرة مثلا ممكن من داخل النادي الأهلي زي عماد النحاس أو سامي قمصان، يمسك فترة صغيرة حوالي يعني ممكن يكون شهر مثلا أو 20 يوم تانيين غير ال 12 يوم دول، بحيث إن يجيبوا مدرب بتمعن ويكونوا فعلا مختارين مدرب كفاءة وكفء. طيب، المدربين الأجانب المدربين المحليين المرشحين للنادي الأهلي إن هم ممكن يمسكوا لنهاية الموسم حسام البدري أو علي ماهر، دول مرشحين. لكن زي ما قلت لكم ان في 35 سي في معروض على الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، يقدروا ان هم يختاروا منهم المدربين اللي فعلا هم كفء. يعني ممكن بقى من ال 35 دول يصنفوهم او يحاولوا ان هم يقللوهم ل 20 10، بعد كده يحاولوا ان هم يقللوا اكتر عدد من ال 35 سي في ده لحد ما يختاروا المدرب الكفء اللي هيرسوا عليه ان شاء الله. طيب، من ضمن او من اهم الاسماء البارزة على مجلس ادارة النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب من المدربين اللي موجودين في ال 35 سي في دول، اول اسم فايلر. فايلر اتعرض على الخطيب، ولكن الخطيب رفضه رفض قاطع، لان فايلر طبعا زي ما احنا عارفين ان هو ساب النادي الاهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 امام الوداد. فلما طبعا ساب النادي الاهلي في الوقت الحاسم ده، طبعا قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، فالخطيب يعني كان متضايق جدا ساعتها، وبالتالي لما اتعرض اسمه مرة تانية لتدريب النادي الاهلي فاكيد هيرفضه. الاسم التاني اللي معروض ايضا على يعني انا بقول لك ابرز الاسماء اللي موجودة في ال 35 سي في، ابرز الاسماء اللي هي معروضة على كابتن الخطيب. موسيماني الخطيب طبعا ما عندوش اي مانع ان هو يرجع تاني يدرب النادي الاهلي، ولكن هو متحفظ على ادائه في الدوري المصري، وان هو ما كانش عنده حلول في التكتلات الدفاعية اللي كان بيعملها معظم الأندية المصرية في الدوري المصري، ما كانش بيعرف يفكها. ولكن هو كان متألق طبعا زي ما احنا عارفين، في أفريقيا كان ماشي كويس جدا، ولكن في الدوري المصري ما كانش على المستوى اللي متوقع
من مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكن هو ما عندوش مانع، ولكنه متحفظ على أدائه في الدوري المصري خلال الفترة اللي كان بيدرب فيها موسيماني. حسام البدري زي ما قلت ان هو مرشح برضو، او من ضمن الاسماء اتعرضت على الخطيب، ولكن مجلس الاداره مش مرحب بيه قوي يعني. وبصراحه يعني فتره حسام البدري ما كانتش الفتره يعني اللي هي، حسام البدري ضيع مننا تقريبا بطولتين نهائيين على ما اتذكر يعني، نهائيين افريقيا، كاس افريقيا. ما كانش الاداء احسن حاجه يعني، الخطيب ما كانش يعني عامل اداء كويس. باتريس كارتيرون برضو معروض على النادي الاهلي. وجوميز جوزيه جوميز ده من اقرب الاسماء اللي ممكن فعلا تدرب النادي الاهلي خلال الفترة القادمة. يعني ده المرشح الاقرب الى النادي الاهلي. جوزيه جوميز اللي هو مدرب الفتح حاليا، كان مدرب الزمالك سابقا وسابها مخلع وراح السعودية. ولكن عقده فيه 90,000 دولار شرط جزائي. 90,000 دولار شرط جزائي. هل سيتحمل النادي الأهلي 90,000 دولار ويجيب جوزيه جوميز؟ واتعامل معاه زون قبل كده قبل مباراة بيراميدز من النادي الأهلي، وزون على الانترنت يعني اونلاين، واتكلموا معاه. الراجل كان مرحب جدا وقال ما فيش اي مشكلة، ولكن انا عندي 90,000 دولار شرط جزائي. فده المدرب الاقرب، واللي انا شايف من وجهة نظري ان هو المدرب المناسب للنادي الاهلي خلال الفترة القادمة. لعب في الدوري المصري وكان عامل نتائج كويسة مع الزمالك، ويعني عارف الدنيا ماشية ازاي في الدوري، وعارف التكتلات الدفاعيه اللي بيعملها الانديه الصغيره قدام الانديه الكبيره. ان شاء الله لو جه مع النادي الاهلي اعتقد ان هو هينجح. عايز اقول ان الوقت اللي اقال فيه النادي الاهلي خوسيه ريفيرو كان فعلا وقت مناسب جدا. احنا في بدايه الموسم ولسه اول 4 ماتشات في الدوري، وفي فترة توقف كويسة جدا، وده اللي خدم النادي الأهلي برضو، إن مباراة بيراميدز جت قبل التوقف الدولي ب 12 يوم، يقدر النادي الأهلي إن هو يراجع فيها حساباته. وجت كمان قبل شهر 9 قبل ما يتفعل ال3 شهور الأولى ما ينتهوا من عقد ريفيرو، والنادي الأهلي يدفع الشرط الجزائي. فكل الأمور كانت بتخدم النادي الأهلي. ويعني كويس إنه مجلس إدارة النادي الأهلي ما سمعش كلام شوبير لما كان بيتكلم على قناة الأهلي بيقول لا ادوله وقت وادوله فرصة، وأبقى على ريفيرو. ليه؟ لأن لو كان قعد كان هيتفعل طبعا شرط الجزاء، كان بيبقى صعب إن هو يمشي على النادي الأهلي. فالحمد لله إن الأمور كلها ماشية مع النادي الأهلي، خصوصا التوقيت مناسب جدا. بعكس نادي الزمالك زي ما قلت لكم ان هو بيأدي فرح باول ماتشين كسب وبتاع، لكن الاداء غير مقنع. زي ما قلت لكم قبل كده الاداء النادي الزمالك غير مقنع. فرحانين بالاهداف اللي بيجيبوها، الواد المهاري اللي هو الفينا شيكو بنزا مش عارف ايه، وكده كده اصلا جمهور نادي الزمالك دايما بيدعم الفريق حتى لو مش مقتنع بيه. يعني هم حتى لو مش مقتنعين باداء الفرقه هم كده كده بيطبلوا والله واحنا احسن نادي في الكون واحنا احسن، مع انهم هم ما دخلوش اختبار حقيقي. ويوم ما يخشوا اختبار حقيقي هتلاقيهم وقعوا على طول. لكن اداء النادي الزمالك واداء المدرب مش احسن حاجه، واللعيبه اللي عندهم اللي هم بيقولوا جامدين وي 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 الفينا ده زي ما قلت لكم ده يلعب في خماسي اخره. تمام، ما شفناهوش يعني في ماتش وادي دجله، يعني ما عملش حاجه، يعني ما لمش 16 واحد وجاب. والتاني الماتش اللي قبليه شيكو بنز قال بيعمل لك الكوره كده، بص يا عم الجون فاضي اصلا. الجون فاضي. شغل الشو ده بتاع الزمالكاويه ده هو اللي ده دايما هو اللي بيوقعهم في شر اعمالهم. تمام. فالامور مش في صالح نادي الزمالك، وكده كده المدرب هيمشوه عاجلا ام اجلا، كده كده هيمشوه. فالحمد لله ان النادي الاهلي من بدايه الموسم اقال المدرب مشاه عشان يفوق بقى بعد ال 12 يوم. النادي الاهلي لما يجيب المدرب الجديد هيفوق بقى، هيبدا يفوق، هيجيب مدرب يفوق الناس دي. زيزو نزل ستوري على على انستجرام طبعا بيعتذر لجمهور النادي الاهلي يعني على اللي حصل طبعا في مباراة بيراميدز. فزي ما قلت لكم ان نادي الزمالك في ورطة،
نادي الزمالك في ورطه هم مش حاسين. المدرب ده هيوديهم في داهيه. اللعيبه اللي عندهم اللي نافخينها جامد دي بينفخوا فيهم جامد. الزمالك بيقعد ينفخ في اللاعب، ينفخ في اللاعب، ينفخ في اللاعب لحد ما يروح الاهلي. ينفخ في اللاعب، ينفخ في اللاعب، ينفخ في اللاعب لحد ما تشوفوهم زي امبارح كده في وادي دجله. هم دول، هي دي الزمالك. وطول عمرهم هم كده. طول عمر الزمالك الاهلي بيتغلب، هو بيتغلب له عادي. طول عمرهم بيقعدوا ينفخوا في اللعيبه، ينفخوا في اللعيبه، ينفخوا في اللعيبه لحد ما اللعيبه بتجيبهم ارضا، يا بيمشوا ويسيبوهم، يا بي يا بيفضحوهم زي شيكابالا كده مثلا. قال لك ده اسطوره نادي الزمالك، اسطوره شيكابالا طلع على الفضائيات فضحهم كلهم عادي. هما الزملكاويه كده دايما لما بينفخوا في الواحد او بينفخوا في اللاعب زي وادي دجله امبارح كده، شفنا اللعيبه في الملعب مفيش. اقسم بالله اللعيبه، يعني عايز اقول لكم ان وادي دجله ده كان بروسيا دورتموند عمل عليهم ماتش جامد قوي الصراحه يعني. ده يعني يعني هو ده وادي دجله اللي طلع من الدرجه الثانيه يا جماعه. طيب فانا حبيت بس انوه ان فعلا النادي الاهلي الحمد لله جاء في وقت مناسب جدا اقاله المدرب. وان شاء الله النادي الاهلي لما يجيب مدرب بعد ال 12 يوم دول، وات ايفر، حتى لو ما جابش لا مدرب اجنبي بعد ال 12 يوم، المدرب لو حتى مسك عماد النحاس، عماد النحاس احسن مدرب اللي مشي ده، اللي بيفنن ده، اللي قاعد كده يعني رياكشناته فايز مغلوب متعادل، هو ما بيتحركش ثابت. يا جماعه المدرب ده لازم يتحرك، يدي تعليمات في الملعب، يجري على الخط، ينفعل مع اللعيبه. ده مش بينفعل خالص، مفيش زي حسام حسن كده مع المنتخب. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي فيما هو قادم، ويكون المدرب اللي جاي فعلا اسم، ويكون عارف قيمة النادي الاهلي، ويرضي جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم باخبار مهمة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.